السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بأون نوفيل غوسيت. غادي نقدم لكم الطريقه ديال التحضير ديال الكونفيتور باناشي. كيجي لذيذ بزاف اللي كنستعملوا فيه بزاف ديال لي فخوي. كيجي هائل، ممكن توجدوا به دي طارت اولا ممكن كذلك تحضروا به دي كيك ولا كذلك لي بريوش اولا فقط تدهنوه هكا في الخبيز بالنسبه للفطور اولا الكوتي. كيجي لذيذ بزاف. فقبل ما نبدا معكم لا فيديو، الا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. فكنبداو على بركه الله. هنا غادي ناخذ لي فخوي كاملين، غادي نغسلهم مزيان ونديرهم حتى يجمدوا. فغادي نحتاج جوج ليمونات جامدين اولا البرتقال جامد، جوج حامضات اولا الليمون الحامض جامد، جوج تفاحات وجوج بنانات. بالنسبه للسكر نورمالمون غادي ندير 500 غرام، انا هنا نقصت شويه الكميه ديال السكر، درت فقط 400 غرام ديال السكر. فبالنسبه لهاد لا كونفيتور ما غاديش نحتاجو كاع الماء، ولي فخوي كاملين غادي نحكوهم هكا بقشور ديالهم. فاول حاجه كنبداو بالتفاح عفوا. كنحاولوا ما امكن نحكوه. هنا دو بريفيرونس انكم توجدوا واحد لو بول اللي غادي ديروا فيه شويه د الماء دافي وتبداو هكا كتحكوا بيديكم، وفي نفس الوقت كل مره كتحطوا يديكم في داك الماء دافي باش هكا ما كتجمد لكمش يدكم. بطبيعة الحال كما كتشوفوا على البنان عفوا التفاح غادي نحكوه هكاك، ومن بعد عاد غادي نبدا نزول البودور ديالو او دوك العظيمات ديالو، من بعد غادي نحيدهم. فكنبقى مستمرة هكا حتى كنكمل البنان كامل، عفوا التفاح كامل اللي عندي. هنا كما كتلاحظوا ديجا كناخذ يدي كنحطها في واحد لو بول اللي فيه الماء، اما الماء ديال الروبيني اولا ابان شويه دافي، غير باش هكا يدي ما كتجمدش. وكيف كتلاحظوا من بعد ما حكيت الكميه كامله، فهنا كنبدا نحيد داك البودور هكا بمعلقه. هي اصلا معليش واخا يطيبوا كذلك ماشي مشكل. كنبدا كنحيدهم هكا حتى كنحيد كاع دوك العظيمات ديال التفاح. كذلك نفس الشيء بالنسبه للبنان. هنا كناخذ البنانه كنحكها كذلك بالقشور ديالها. هاد لا كونفيتور راه كتجي لذيذه بزاف، واخا تشوفوا كلشي كنحكو بالقشور ديالو مي المذاق كيجي هائل بزاف. وكما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، انا هنا فقط نقصت الكميه ديال السكر، تقدروا ديروا مع نص كيلو ديال السكر. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش هكا الحلاوه بزاف تقدروا ديروا فقط بحال 400 غرام ديال السكر كافيه. كذلك لا ميم شوز بالنسبه للبنان، كنحاول ما امكن ان نحكو كامل حتى كنكمل داك جوج بنانات كاملين، ومن بعد غادي ندوز لي زاغروم بالنسبه للبرتقال اولا بالنسبه للحامض. فانا كما كتلاحظوا من بعد ما ساليت البنان كامل كنبدا كنحك الليمون. اصلا ديجا كيعمل لي هذاك لو بول، فنقد نستعمل بول اخر. بالنسبه لليمون شويه كيعذب، ولكن اللي كتجيكم شويه قاصحه هي الحامض. وبطبيعه الحال كما قلت لكم ديما يديكم ما تبداو تحطوها هكا في الماء دافي وكتبداو كتحكوه، وصراحه كيجي المذاق ديالو هائل. هنا كما كتشوفوا مستعملين جوج حامضات، يعني بالنسبه للناس اللي كيحماقوا على الحلاوه وكيعجبهم داكشي يكون حلو بزاف فممكن انكم تمشيو حتى ل 600 غرام ديال السكر. اما الناس هكا عاديين ما كيبغيوش حلاوه بزاف، 500 غرام حتى 400 غرام راه مزيانه. هنا كما كتشوفوا عمل ليا لو بول الاولاني، درت لو بول الثاني، وغادي نبدا كذلك كنحك في الحامض هو اللي كيكون شويه قاصح، فاش كيتجمد كيكون شويه قاصح. واخا هكا كنبدا كنحكو كيجي داك لو ميلونج ديال الفواكه كيجي خطير. هنا من بعد ما صافي حكيت كلشي، وبطبيعه الحال كنحيدو دوك العظيمات ديال البرتقال ولا ديال الحامض، وكنبدا كنضيف السكر وكنبدا كنخلطو مزيان في داك لو بول. كما قلت لكم في الاول ما غاديش كاع نضيف الماء، يعني لا كونفيتور غادي نحطها حتى طيب على خطاها، يعني ما غاديش نضيف لها الماء. وهنا كما كتلاحظوا كنبدا كنحاول ما امكن انني نحرك حتى داك السكر كيتخلط ليا مزيان مع لي فخوي اللي حكيتهم ديجا. دابا غادي ناخذ ديك الطاوه اللي غادي نطيب فيها لا كونفيتور، كنوضع فيها داك لو ميلونج ديال لي فخوي مع السكر. وكيف تلاحظوا ما غاديش نضيف كاع الماء، وغادي نحطو يطيب على عافيه مهيله. اصلا هو كيطلق شويه د الماء، اون فوا كنحطو باش كيطلق شويه ديال الماء، وكنخليوه على عافيه مهيله حتى كيتبدل لنا اللون ديالو. وبطبيعه الحال بحال كاع لي كونفيتور الاخرين، اون فوا كيبدا يدير لنا ديك الكشكوشه كناخذو معلقه وكنبداو كنحيدوها
اون فوا كي درنا الكشكوشه كنحيدوها. ديجا وريتكم لي زيتاب كاملين بالنسبه لا كونفيتور اللي كنت ديجا درت لكم ديال الفيغ اولا ديال الكاموس. فلا ميم شوز كذلك كديروا نفس القضيه بالنسبه كاع لي كونفيتور. هنا كيف كتلاحظوا كنوضعوه على عافيه مهيله وما كنبدا كنحركو حتى كيولي لي في هاد لا كولور. اون فوا كيولي لي صافي في هاد لا كولور كما كتشاهدوا انه ولا لا كولور ديالو بحال شويه قهويه. هنا صافي راه كيكون طاب وجد غادي نطفي ليه وهو سخون غادي نضيفو في القاعه. بطبيعه الحال القاعه اللي ديجا عقمتها كناخذ بمغرفه وكنبدا كنضيف الكميه شويه بشويه حتى كتعمل ليا القاعه ومن بعد غادي نسدها. بطبيعه الحال كما وريتكم في الكونفيتور ديال الفيغ لا ميم شوز بالنسبه للكونفيتور ديال الكاموس حتى هو نفس الشيء. اون فوا كنعمر القاعه كنسدها كو سوا استعملتو هاد القاعي اولا استعملتو القاعي عاديين وكنقلبها هنا باش كتاخد كيبقى لي داك السوفيد وكتولي مزيانه. ولكن اون فوا تحلوها خصكم ديوها في الثلاجه. هذا هي الشكل النهائي من بعد ما طاب. كيف كيجي على هذا الشكل. انا ديجا هنا حطيت به واحد لا طارت بلا كونفيتور اللي كتجي هائله غادي نقدمها لكم في فيديو الجاي ان شاء الله. كتجي لذيذه بزاف ولوغو ديالو كيجي هائل. وبطبيعه الحال بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هكا الكونفيتور غادي نخلي لكم واحد البلاي ليست اللي غادي نحط لكم فيها كاع لي كونفيتور اللي كاين. فكانت هذه هي لا غوسيت ديال اليوم. كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. نقول لكم نهاركم مبروك ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.